أستهل كلمتي بالترحم على شهداء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، والدعاء بالشفاء للجرحى والحرية للأسرى والنصرى، وأعبر عن اعتزازنا العميق بشعبنا، وخاصة الذين يخرجون المعركة في غزة العزة وأبطال مقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم. كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل المنظمين والمشاركين في مؤتمر الحرية الفلسطيني المنعقد في إسطنبول العزيزة، وأسأل الله أن يلهمكم الخروج بقرارات وتوصيات مفيدة ومؤثرة لصالح شعبنا وقضيتنا في ظل الحرب المسعورة التي يشنها العدو على شعبنا خاصة في قطاع غزة كما في الضفة، واستهداف قياداته المجاهدة وعلى رأسهم الأخ المجاهد الشيخ الشهيد صالح العاروري ورفاقه. وانسجاما مع محاور المؤتمر التي تتركز على خطر الصهيونية وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، سأتكلم في 3 عناوين مركزة، وهي الصهيونية والاحتلال الصهيوني، والمقاومة، وطوفان الأقصى، وواجبات أبناء أمتنا وأحرار العالم. أولا، الصهيونية والاحتلال الصهيوني. تكاد تكون الحركة الصهيونية واحدة من أخطر الحركات التي عرفتها البشرية، وقد اجتمعت فيها صفات ربما لم تجتمع في غيرها على مر التاريخ، وهذه الصفات هي: ألف، الصهيونية حركة عنصرية تكره العرب والمسلمين على أساس عرقهم ودينهم، وتقاتلهم لأنهم عرب أو مسلمون فقط. وقد أعلن ذلك بوضوح جمع غفير من الحاخامات والمسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الصهاينة. ثم الصهيونية حركة إحلالية تسعى إلى شطب أي وجود غير يهودي وإحلال المستوطنين اليهود والمعالم اليهودية مكانه. وقد أكد ذلك قادة الاحتلال وجسده سلوكهم على الأرض. وأما الصهيونية حركة إلغائية ترفض الاعتراف بحق أحد في الوجود في فلسطين سوى. ثم الصهيونية حركة انعزالية ترفض التعايش مع الآخر بسبب هواجس من الشك والخوف والعداء. وقد شهدت أوروبا قبل تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين التجمعات الانعزالية لليهود البيض. ثم الصهيونية حركة استعلائية تنظر إلى الآخر نظرة دونية وترى أنه خلق لخدمة المشروعية ولا تكترث لمعاناته الناجمة عن سياساتها الجافة. والصهيونية حركة استعمارية تنفذ مشروعا استعماريا يستهدف الأرض والإنسان والحضارة والثقافة والتاريخ والآثار والمقدسات في فلسطين. ويشمل هذا المشروع الاستعمارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والعسكرية. والصهيونية حركة وظيفية وظفتها بعض الدول الغربية لخدمة مشاريعها الاستعمارية في المنطقة العربية والإسلامية، وهي أشبه بقاعدة
عسكرية متقدمة في منطقتها. ثم الصهيونية حركة إرهابية إجرامية تشكل المذابح والمجازر جزءا أصيلا من فكرها ومعتقداتها منذ نشأتها إلى اليوم، وهي ترى في استخدام القوة والبطش والقتل والمذابح وسائل وحيدة لتحقيق أهدافها الاستعمارية. هذه الصفات التي تؤكدها سياسات الكيان الصهيوني وتصريحات المسؤولين تعني وبكل وضوح أن الحركة الصهيونية لا تشكل خطرا على فلسطين والفلسطينيين فحسب، بل تتعدى ذلك إلى المنطقة بأسرها. ونرى أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام مع وجود حركة قائمة على اغتصاب الأرض الفلسطينية وقتل الإنسان الفلسطيني. وإنني إذ أشكر كل أحرار العالم على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وأمام ما يجري من مذابح ومجازر لشعبنا في غزة والتنكيل بأهلنا في الضفة، فإنني أوجه لأحرار العالم نداء خاصا باسم الإنسانية والعدالة. لقد حان الوقت بإزالة القناع عن الكيان الصهيوني وكشف حقيقته الاستعمارية الإجرامية. لقد حان الوقت أيها الإخوة والأخوات لنعمل معا على تقديم هذه الصورة للعالم أجمع. ولقد حان الوقت لتقولوا كفى للحكومات الغربية التي تأخذ أموال الضرائب من جيوب شعبها وتقدمها للكيان الصهيوني. لقد حان الوقت لتقولوا كفى تسليحا للكيان الصهيوني بمليارات الدولارات لقتل الأطفال والشيوخ والنساء والمدنيين. كفى تهشيما للقيم الإنسانية وتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني. لقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 قراراً تاريخياً يقضي بأن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي تشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين حسب القرار. ولكن مع الأسف فقد ألغي القرار عام 1991، وكان الإلغاء صياعاً للكيان الصهيوني الذي اشترط إلغاء القرار قبل مشاركته في مؤتمر مدينة السلام عام 1991. وأنا أدعو اليوم إلى إطلاق جهد عالمي شعبي ورسمي لإعادة تجريم الصهيونية المعول على أنصار العدالة والحق الفلسطيني وأصدقاء شعبنا ببذل أقصى الجهود لتحقيق هذا الهدف بأقرب وقت ممكن. وهنا أود أن أوجه تحية باسم شعبنا ومقاومته لدولة جنوب أفريقيا الصديقة التي قدمت الدعوة لمحكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في غزة، ونعبر عن اعتزازنا بالمرافعات الراقية لفريق الدفاع القانوني لدولة جنوب أفريقيا ومن ساندها ووقف معها في هذه الدعوة. ونرى أن ما يجري هو حدث تاريخي غير مسبوق في كشف جرائم العدو وإنصاف شعبنا الذي يعاني من الظلم التاريخي الذي وقع عليه منذ 75 عاما.
وأحيي جنوب أفريقيا التي ما زالت تعيش على تراث الزعيم نيلسون مانديلا الحاضر بيننا من خلال حفيده العزيز مانديلا. ونحن نتطلع إلى أن يصدر قرار من محكمة العدل الدولية لينصف شعبنا أولا بوقف الجرائم والمذابح في غزة، وثانيا محاكمة مرتكبيها، وثالثا بالتأكيد على حق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وفق القرارات الدولية ذات السنة. أما الموضوع الثاني هو المقاومة وطوفان الأقصى. لقد كان طوفان الأقصى خطوة استراتيجية عظيمة لجأت إليها كتائب الشهيد عز الدين القسام لأسباب كثيرة أبرزها تمادي الاحتلال الصهيوني في عدوانه على القدس والمسجد الأقصى وأهلنا في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 48 ومواصلة حصار قطاع غزة لأكثر من 17 عاما واعتقال آلاف الأسرى من أبناء شعبنا الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق السياسية والتاريخية والدينية للشعب الفلسطيني وطرح صفقات مشبوهة كفكرة السلام الاقتصادي الذي يعني تحسين ظروف حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال الصهيوني. ثم ثالثا الانتقال من فكرة التطبيع مع الاحتلال إلى دمجه في المنطقة العربية والإسلامية عبر تحقيق التكامل الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي والثقافي بين هذا الكيان وبعض الحكومات في منطقتها. صعود تيار الصهيونية الدينية المتطرف وتغلغله في مفاصل الحكم والحكومة والكنيسة ومؤسسات الاحتلال، وهذا التيار يؤمن بضرورة تهجير الشعب الفلسطيني خارج فلسطين ويعمل بجدية من أجل تحقيق هذا الهدف. أمام هذه المخاطر الجسيمة كان لابد من تحرك شعبنا ومقاومتنا على رأسها كتائب القسام لتغيير الوضع القائم وإعادة وضع القضية الفلسطينية على أجندة الاهتمام الدولي بعد تعمد إهمالها والتخطيط لشرها. وقد قالت المقاومة كلمتها في طوفان الأقصى: نحن أصحاب الأرض والحق، ولن نترك أرضنا ولن نهاجر ولن نسكت على مسلسل الاعتداءات الصهيونية التي لا تتوقف. ولقد أثبتت المقاومة الفلسطينية أنها على قدر المسؤولية، وأنها حين كانت تتوعد الاحتلال بالرد على اقتحامات المستوطنين وجنوده للمسجد الأقصى والرد على سياساته الجائرة ضد أسرار البواسل وعلى العدوان المستمر على أهلنا في الضفة الغربية، فإنها كانت صادقة وتعد العدة لتنفيذ وعدها ووعيها. إن مقاومة الشعب الفلسطيني مكفولة ومشروعة في الشرائع السماوية وفي الأعراف والقوانين الدولية، ولن يتخلى شعبنا عن مقاومته ومواكبة القوة حتى استعادة حقوقه المشروعة. وأدعو كل أبناء أمتنا وأحرار العالم إلى المشاركة الفاعلة في المقاومة ودعمها بكل الوسائل والطرق المتاحة.
الوقت الذي يلقى الاحتلال إسنادا ودعما من قوى غربية على رأسها الإدارة الأمريكية، فهذا يتطلب من دولنا وأمتنا وأحرار العالم القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان السافر على شعبنا في غزة والضفة وفي كل مكان، وتمكين هذا الشعب الأبي الحر من نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. إن مشاركة بعض أبناء أمتنا في مقاومة الكيان الصهيوني على جبهات متعددة لهي محل تقدير واعتزاز من أبناء شعبنا عامة ومن أهل غزة خاصة، فهذا إسهام حقيقي في رد العدوان الغاشم عن غزة ودفاعا عن المسجد الأقصى. وإنني أحيي رجال المقاومة وأبطالها في لبنان واليمن والعراق وسوريا، كما وأحيي كل الجماهير التي تحتشد في العواصم والمدن القريبة والبعيدة تضامنا ودعما لشعبنا الأبي. ثالثا، واجبات أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم. إنما تختلفه آلة المشروع الصهيوني الإجرامي الاستعماري من دمار وحصار وجدار ومجازر وتمكين واقتحامات للأقصى واعتداءات جسيمة على الأرض والإنسان والمقدسات في كل أنحاء فلسطين تفرض على أخوة الدم والدين والعروبة والإنسانية والقيم حراكا كبيرا فاعلا في عدة مسارات، أذكر منها مسار المشاركة الحقيقية في هذه المعركة الوجودية عبر المقاومة الشاملة والمباشرة لهذا الكيان الأصلي. وأصادقكم أيها الإخوة والأخوات لأن علينا رفع الصفوف في خطاب أحزابنا ومؤسساتنا وروابطنا واتحاداتنا وهيئاتنا لرفع هذا الاحتلال المتوحش والمتعطش للدماء، وحتى مع الدول التي تدعمها. وقد آن الأوان لنخوض معا معركة التحرير المصري. إن هذا المسار هو الأصل في ظل مذابح الاحتلال وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي له. وإذا تعذرت المشاركة في هذا المسار نذهب للمشاركة في المسارات الأخرى كمسار انتفاع النخب العلمية والثقافية والأدبية والحقوقية والأكاديمية والسياسية والإعلامية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والنسوية والشبابية حول مقاومة الشعب الفلسطيني وتشكيل جبهة عريضة لإسناد المقاومة والدفاع عنها. وأدعو كل هذه النخب إلى تأسيس الجبهة العالمية لإسناد المقاومة الفلسطينية، الجبهة العالمية لإسناد المقاومة الفلسطينية والانخراط الفعلي في هذه الجبهة. فنحن في مرحلة مصيرية لا تصلح معها الطرق التقليدية في العالم. وهناك مسار يرتكز على العمل على تجريد الحركة الصهيونية في كل المحافل والمحاكم الدولية، ويشمل ذلك بذل الجهود لإعادة طرح مشروع قرار تجريد الصهيونية في الأمم المتحدة والعمل على استصدار هذا القرار، ويشمل توسيع نطاق مقاطعة الكيان الصهيوني وملاحقة قادته
السياسيين والعسكريين المسؤولين عن الجرائم في فلسطين أمام المحاكم والمحاكم، وفرض عزلة على قادة الاحتلال والمتحدثين باسمه، ومنعهم من الكلام في الجامعات والمؤتمرات والمحافل المختلفة. ثم مصاب توسيع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وأدعو هنا إلى تشكيل حلف دولي تحت عنوان حلف الحرية والعدالة لفلسطين. حلف الحرية والعدالة لفلسطين ليأخذ على عاتقه مواصلة الجهود الشعبية والرسمية المختلفة لكشف جرائم الاحتلال ومساندة الشعب الفلسطيني في طريقه لنيل الحرية. ثم مسار فلسفة جراح أهلنا في قطاع غزة، هؤلاء الأبطال والأحرار الذين قدموا أغلى ما يملكون فداء لفلسطين والمقاومة، بل دفاعا عن الإنسانية جميعا. هذا العنوان يتطلب الكثير من الجهود المتواصلة لكسر الحصار عن قطاع غزة وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأهلنا هناك. وأدعو هنا إلى تشكيل تحالف إنساني لإغاثة أهلنا في غزة. تشكيل تحالف إنساني لإغاثة أهلنا في غزة. ختاما أيها الإخوة والأخوات، فإنني أشير هنا إلى ما يلي. أولا، حماس حركة تحرر وطني فلسطيني تعمل مع كل أبناء شعبنا لإنجاز مشروع التحرر والاستقلال. ثانيا، نحن لا نعادي اليهود لأنهم يهود، بل نعادي الحركة الصهيونية التي احتلت أرضنا وشردت شعبنا. ثالثا، نحن لسنا دعاة حروب بل طلاب حرية، نسير على ذكر الرجال العظماء من أمثال الشيخ عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني والشيخ الياسين وأبو عمار وفتح الشقاقي وأبو علي مصطفى وعمر المختار ونيلسون مانديلا وجيفار. رابعا، حماس متمسكة بوحدة الأرض والشعب والقضية، وتؤمن بأن الوحدة الوطنية ضرورية لإنجاز مشروع التحرر من الاحتلال. خامسا، حماس تتبنى استراتيجية الانفتاح على كافة الدول ومكونات الأمة والعالم. أيها الإخوة والأخوات، في الختام مجددا لا يسعني إلا أن أحييكم